اخر كل سنه بيجي المنجمين يبتدوا يعملوا فيديوهات ويطلعوا في برامج ويقولوا لك السنه الجايه هيبقى فيه كذا وهيبقى فيه كذا، وكله كلام زرط ينفع على اي حاجه. فانا النهارده هعمل زيهم بالظبط، بس ايه بقى، من غير علم الفلك ولا برج الحمام متعارض على مش عارف عطارد والكلام ده. انا ماليش فيه بصراحه، مش عارف افتي لك بالطريقه دي. فانا هفتي لك بس بطريقه تانية علميه، وهقول لك ان الحاجات دي هتاخد نفس نسبه النجاح بتاعه ايه المنجمين. تعال نشوفهم حاجه حاجه من الاول. طيب هبتدي لك بحاجه في مصر. مصر هيحصل فيها اكتشاف في على بعد 30 كيلو تقريبا من الهرم الكبير، ومش هتبقى مقبره، تبقى حاجه اكبر من كده بكتير قوي. طيب تاني حاجه هيبقى ايه؟ هيبقى في تغييرات كتيره قوي في اتحاد الكوره، واكيد ممكن اقول حاجه زي كده بما ان عندنا بطوله افريقيا وكاس العالم، يعني فطبيعي ان ممكن يحصل تغييرات في اتحاد الكوره. طيب وايه تالت حاجه؟ طيب في حاجه هتتكشف ما بين ايران والكيان الوسخ، ان في ايه؟ ان في جواسيس في ايران معروفين وتقال، والفضيحه دي هتتعرف السنه الجايه وهتبان جدا وهتبقى حاجه الناس كلها هتتكلم عليها. طيب الصين وامريكا هيبتدوا حرب، ده هيحصل هيحصل، بس الغريب ان الصين هي اللي هتبتدي الحرب، هي اللي هتبتدي ضرب امريكا. الغريب بقى اللي كمان هيحصل ايه؟ ان امريكا اما هتيجي ترد هترد بسلاح درونز محدش شافه قبل كده، تكنولوجي فعلا محدش يعرف عنها اي حاجه. طيب والصين؟ الصين هيبقى عندها روبوتس بتنزل على الارض بتتحرك بالاي اي. ده الكلام ده هيحصل السنه الجايه ان شاء الله. طيب في حاجه هتطلع على اسمه ايه ده، المصل اللي خدوه وقت الكورونا. في حاجه معينه هتتعرف عن المصل ده السنه الجايه. طيب وايه كمان؟ الدولار لازم هيقع. ليه؟ لان مفيش عمله عدت ال100 سنه تقريبا على التاريخ كله، والدولار بقاله دلوقتي 85 سنه، فهو طبيعي انه المفروض يبتدي يقع اساسا لغايه اما يندثر. وهتبتدي تشوف ايه؟ هتبتدي تشوف عملات رقميه مربوطه بالدولار، بالذهب. دي هتبقى اول مره في العالم، وهتبقى في 2026. طب وايه كمان هتشوفه؟ هتشوف شركه تساوي مليار دولار من غير ولا موظف واحد. يعني ايه من غير ولا موظف واحد؟ يعني بالاي اي، الشركه من اولها لاخرها فيهاش ولا موظف وتساوي مليار دولار. دي هتشوفها في اواخر 26، ده بسبب الاي اي. طيب ايه كمان؟ معلش عشان انا كاتب حاجات كتير. هيبقى في احتفال في امريكا بعيدا عن كاس العالم، احتفال كبير جدا، اكبر احتفال ممكن تشوفه في امريكا، بس الغريب ان هو هيتقلب، وهيتقلب مظاهرات، وهيتقلب حاجات غريبه جدا، والسبب هنشوفه مع بعض بقى. طيب في كارثه طبيعيه ممكن تحصل عند القدس، او هيقولوا عليها كارثه طبيعيه، فنبقى نشوفها بقى لو حصلت، يا رب ما تحصلش حاجه. في بقى حاجه دي مهمه جدا، ودي كلنا هنسمع عنها، حاجه اسمها سولار فليرز. ايه يا عم السولار فليرز دي؟ الشمس بتعمل حاجه اسمها سولار فليرز، لو جت على الارض بيحصل ان التكنولوجيا كل حاجه ليها دعوه بالكهرباء بتقطع. دي اخر مره حصلت من فتره كبيره، والمفروض تكون جت من 10 سنين، فاحنا متاخرين فيها. فاللي جايه متوقع ان هي هتبقى في 2026 ده بجد، وفي نفس الوقت ان هي هتخلي الكره الارضيه او جزء كبير منها من غير اي جي بي اس ولا انترنت ولا كهرباء لمده 24 ساعه مينيمم. اوكي، ودي حاجه كبيره جدا والمفروض تحصل في 2026. طيب ايه تاني؟ احنا عندنا في مصر هيبتدي يتكلموا عن مشروع تحليه مياه البحر بس بالطاقه الذريه. ليه؟ احنا عملنا الضبعه ومحتاجين ميه وتحليه ميه البحر، فهو غالبا ايه، هيبتدوا يتكلموا على المشروع ده. هيخلص في 2026 او هيبتدوه في 2026، معرفش، بس هيتكلموا عليه كتير قوي الفتره اللي جايه دي على ما اظن. طيب هيحصل تعويم المفروض على حسب الايكويشنز، وهسيب لكم المصادر، وهسيب لكم انا الحاجات دي جايبها ازاي بتوقعات عامله ازاي بماثيماتكس. يعني المفروض ان السنه الجايه يحصل تعويم. قد ايه؟ ممكن يبقى قليل، ممكن يبقى كتير، انا فعلا ما عنديش اي فكره. طيب اخر حاجه هنشوفها هي حاجه اسمها ديوال كورنسي، احتمال تبقى في مصر بس انا مستبعدها، فعشان كده حتى مش هشرح دي ايه. طيب اللي عنده توقعات تانية يجي يقول لي، وفي نفس الوقت التوقعات دي خليها عندك، كل لما حاجه تحصل تعالى قول انت ما قلتلناش حاجه على كاس افريقيا. ما تقلقش يا باشا، هنخرج من الدور الثمانيه بضربات جزاء في اخر الماتش، يعني ضربات ترجيحيه وهنخرج، وهيقولوا كمل يا معلم كمل كاس العالم، ودي كانت فرصه كويسه ان احنا بس ما تتعبش نفسك، هنخرج وهنلعب زي الزفت كمان. يلا السلام عليكم.